اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأجمعين. يا صباح الفل، يا صباح التفاؤل على أحلى متابعين. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل صينية البطاطس معانا بالفراخ، مختلفة تماما عن اللي احنا بنعملها. فبقى تركات وحركات دي بتاعتنا احنا. النهاردة بإذن الله هنعمل حاجة مختلفة وحاجة جديدة. فيها بقى بروتينات عالية لأولادنا وخفيفة معانا، وفيها فيتامينات برضو لأولادنا. تمام. لو لسه بقى ما اشتركتوش في القناة، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، واحلى لايك لاحلى متابعين. النهارده باذن الله هنعمل بقى صينية بطاطس كده حلوة وظريفة وخفيفة في الفرن، وهنعمل جنبيها حبة رز خفاف. واول حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الحبيب المصطفى. انا كده معايا 4 بصلات كبار مقطعاهم شرايح. هنقطع كده معانا البطاطس بتاعتنا. انا كنت مقطعة 2، ودلوقتي معايا 3 صغيرين. هنقطعهم كده زي ما انا بوريكم. هنعوز الشرايح بتاعت البصل معانا خفيفة خالص. تمام، عشان هنحتاجها في التتبيلة. تمام كده نقطع كل الكمية اللي معانا دي كلها كده. اي بصل بقى انت عايزاه اللي انت حباه، بصل احمر، بصل ابيض، اللي انت عايزاه. انا كده معايا الفراخ بتاعتي غسلاها كويس جدا ومطلعاها من التلاجة. لازم قبليها اطلعها تفك خالص، نسيبها تفك براحتنا عشان نشتغل بيها. تمام كده. احنا كده الفراخ بتاعتنا انا بوريكم انا غسلاها كويس جدا قوي، بخل بقى ودقيق وملح، ومتبلينها كويس. هنعمل جوه كده جوه الفراخ بتاعتنا فتحات كده عشان التتبيله بتاعتنا تخش جواها. مش شرط بقى اي فتحات انت عايزاها بقى من على الجنب. اهم حاجه ترغاز السكينه تخش جامد كده عشان التتبيله بتاعتنا تخش جوه الفراخ كويس قوي. معايا هنا كيلو بطاطس مقطعاه تمام شرايح زي كده، زي ما انا بوريكم كده بالظبط. هتقطعيه بقى اي تقطيع انت حباه، بس هي دي بتاعه الفراخ اللي هي بتتحط في الفرن. تمام كده. هننزلها. انا بقى عايزه اقول لكم البطاطس دي اهم حاجه اللي احنا بننقيها ايه، بتبقى ناشفه كده وكبيره عشان تستحمل معانا جوه الفرن. تمام. مع البصل بتاعي كده هنزل بيه، هنزل بالبصل بتاعي كده. نزلت بالبصل بتاعي هقلبه في البطاطس بتاعتي عشان عايزه البصل والبطاطس كلهم ايه داخلين جوا بعض. تمام. البصل ده حبايبي بعد ما بقطعه برشله رشه ملح خفيفه كده، بحيث معايا معلش بس اللي هو ايه ما يصننش. لازم نرشله رشة ملح كده. معايا الفلفل الالوان بتاعنا. احنا معانا هنا الفلفل الالوان احنا مقطعينه صوابع كده صغيرة، اي شكل انت عايزاه. ومعانا الفلفل هنا احنا برضو مقطعينه صغير. صينية بقى البطاطس دي بجد الاولاد لو عملتيها هيحبوها جدا قوي. تمام كده. احنا كده من البصل معانا بالفلفل الالوان بالفلفل الاخضر بتاعنا كلها كده ايه جاهزه معانا. هنركن بقى الفراخ بتاعتنا وناخد التتبيله دي الحلوه دي. انا هنا مقطعه فلفل الوان صغير، ومقطعه فلفل اخضر وشويه بصل خليتهم كده. دول طبعا ايه هعمل بيهم بالتتبيله بتاعتنا بتاعت الفراخ. هنا ملح، معايا بهارات فراخ، معايا 7 بهارات، معايا فلفل اسود. تمام. ومعايا التوابل بتاعتي ايه اللي انا بعملها بتاعتي بتاعت البيت. تمام. انا هنزل كده بكمية التوابل بتاعتي، هنزل بنص الكمية، ونص الكمية التانية هحتاجها هخليها على جنب. كده الفراخ بتاعتي اللي انا ورعتها لكم هنا. انا بقى هنا عملت حاجة بقى. هنا الفراخ بتاعتي خدت شوية من التوابل رشتهم عليها وشوية ملح كده خفاف. لازما الفراخ دي بركنها بالتوابل اللي انا بركنها دي من غير اي حاجه. وهي كده بقى ايه اللي هي بتحسي اللي هي انت بتتبليها. التتبيله بتاعت الفراخ دي لما بتقعد فيها شويه، لو انت مثلا مش مستعجله على الاكل ده بتسيبيها مثلا ساعه ونص ساعه فيها، دي بصراحه بتظبط معاكي طعم الفراخ خالص. يعني هي دي التكايه اللي هي بتظبط معايا الايه الفراخ بتاعتي اللي انا بعملها بالتوابل بتاعتها وبركنها. معايا هنا معلقتين صلصه دي بتاعتي انا عاملاها. انا عامه ما بحتاجش بطرمانات صلصه. انا بحب الصلصه اللي انا بعملها بتاعتي بتاعت البيت. بفضل دي بتبقى احسن عشان اولادي مثلا. دي بتبقى احسن وافضل كمان في البيت، حاجه مضمونه انتي عاملاها. تمام. هاخد كده الفراخ بتاعتي الوراك. انا
الفراخ دي بسم الله ما شاء الله معايا كبيرة كده، فانا هدخل فيها التتبيلة عشان هي تغيب معايا شوية في السوا. تمام. هي الفراخ صينية البطاطس بتبقى محتاجة فراخ ايه، بتبقى كبيرة، يعني 3 كيلو 2.5، دي بتبقى حلوة قوي مع صينية الفراخ، مع صينية البطاطس. تمام. انا باخد التتبيلة بتاعتي كده بدخلها، ما بسيبش مكان في الفراخ الا لما بدخلها فيه، يعني امسك الورك كده كله ادخله كويس جدا. لازم التتبيله بدخلها فيها، وبفضل اي فوق برفع الجلد وبدخل جواها، عشان انا عايزه التتبيله دي صراحه اللي هتديني طعم للفراخ بتاعتي معايا، هي التتبيله دي بتاعت الفراخ. دي بقى الحاجه السحريه بتاعتنا احنا، دي اللي بتظبط معايا الفراخ. تمام. انا كده خلصت كل الكميه زي ما انا ما وريتكم. تمام. اللي احنا التتبيله اللي احنا ركناها في الاول دي، هي دي بصراحه بتظبط معايا الفراخ جامد جامد قوي. انا هنا معايا شفشق طماطم ضرباه في الخلاط، ومعايا نص التوابل بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها اللي انا كنت راكناها، دي خدتها ونزلتها على الطماطم بتاعتي، وهنزل كده بيهم في البوله بتاعتي. اهم حاجه الطماطم بتاعتي انا ببقى ضرباها في الخلاط ومصفياها، بصفيها كده بمصفى بقشر بقى او اي حاجه، معلش بتبقى في الطماطم دي بتطلع، دي بتخليها لي بتبقى عامله زي الصلصه بالظبط. دي بصراحه هتخلي تختلف معاكي في الاكل تماما. كده نزلت بالتوابل بتاعتي، لازم انا ادوق الحقيق بتاعي واحط لهم ملح، والتوابل بتاعتي اللي انا كنت حطاها في الفراخ هي اللي انا نزلت بيها. النص اللي انا قلت لكم هخليه هركنه بعدين. تمام كده. انا بقى معايا هنا معلقتين صلصه كبار، الصلصه دي اللي انا قلت لكم اللي انا عاملاها بتاعتي بتاعت البيت، هنزل بيهم كده. الصلصه دي مع شفشق الطماطم اللي انا ضرباه، هم دول اللي هيظبطوا لي الطعم بتاع صينيه البطاطس، هتخليها حمرا معايا وهتديها طعم وهتديها ريحه. تمام. انا هنا معايا مكعب ماجي، مكعب الماجي ده هو بصراحه هو اللي بيظبط معايا الطعم. تمام. انا كده هقلبه، هو هيديلها طعم معاكي شويه، بس انا في التوابل بتاعتي اللي انا حطاها هي هتظبط معايا على كده، بس انا قلت ايه بحيث دي تظبط معايا الطعم شويه كمان. بصوا بقى معلقتين الصلصه اللي انا حطيتهم كده بقلبهم. تمام. بصوا خلوا معايا الطماطم تختلف خالص. كده احنا جبنا صينيه البطاطس بتاعتنا، انا طبعا كنت رشلها رشه ملح هنا بحيث ركنتها على جنب شويه لغايه ما تبلت الفراخ. بصوا بقى هنا انا ما نزلتش بكل الكميه بتاعت التوابل برضو بتاعتي، نزلتها هنا بقى معايا فلفل اسود، معايا بهارات فراخ، معايا هنا 7 بهارات، معايا رشه ملح، نزلت بيهم كلهم كده مره واحده. لازم اقلب الحاجه دي كويس قوي، عشان ايه عايزه التتبيله بتاعتها هتخش فيها. تمام. ونزلت هنا بالطماطم بتاعتي كويس قوي، لازم الطماطم بتاعتي دي زي ما انا قلت لكم اكون مصفياها كويس قوي، دي بصراحه بتغني معايا عن بطرمانات الصلصه اولا اللي احنا بنجيبها. احنا طبعا بتعمل الاكل ده لبيتك لاولادك، بتبقى انتي حابه ان انتي تعملي لهم حاجه حلوه، فالقشر والحاجات دي بتطلع من الطماطم تبقى متصفيه خالص بتبقى افضل. تمام. انا كده هنزل بنص الصلصه بتاعي، مش هنزل بيه كله. تمام. انا كده خلصت، هنزل بس بحاجه بسيطه وهركن الباقي عشان هحتاجه بعدين. هنا كده الفراخ بتاعتنا احنا سيبناها حوالي كده يجي نص ساعه بالتتبيله بتاعتها. تمام. هتظبط معانا كويس قوي. احنا كده هننزل بالفراخ بتاعتنا، هنديها كده شكل اي اللي انت حباه، انا رصيتها كده يعني ايه براحتك اللي انت رصيها عادي. تمام. انا كده خلصت الكميه بتاعه الفراخ بتاعتي، فضل برضو معايا توابل هنا اللي هي فاضله معايا من بتاعه الفراخ، نزلتها على الجنب. وهنا معايا الصلصه بتاعتي، الصلصه بتاعتي بقى دي انا مظبط، لازم تظبطي الحياء بتاعها يعني تدوقيه عشان بحيث ان هي ما تملحش منك. تمام كده. انا هنزل بالقوطه بتاعتي كلها كده. بصوا انا هزودها بقى حبه ميه عشان انا عايزه الفراخ مع البطاطس كله معايا يستوي، فانا لازم هنا الحاجه دي انزل لها بحبه ميه. هنا كده انا كنت خليت اللي فاض مني بتاع تتبيله الفراخ ركنته على جنب. هو ده بقى الشكل اللي هيبقى من فوق الفراخ، ده بقى الفلفل الالوان مع البصل هيدي طعم وهيدي ريحه، وهيبقى مخلي الفراخ والاكل بتاعي يبقى نازل كويس، الصوص بتاعه هينزل على الفراخ يبقى دي مديله طعم حلو قوي. تمام. انا نزلت كده ببقيه الحاجه اللي معايا، نزلت كلها كده بيها.
بصوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليها، هي شكلها يشهي يعني، خليكي جواي يعني، هي بصراحة تفتح النفس وهي كده. تمام. انا كده عايزة اعمل بقى ايه، هجيب مية، حبة مية كده قد مثلا كوبايتين مية كده صغيرين، هنزل بيهم وبرضو هتبلهم معايا، اديهم البهارات بتاعتي، هنزل بيهم من على الجنب كده، وحطيت لهم فيها ايه بقى، معلقه صلصه. معلقه الصلصه اللي كانت فايضه مني اللي انتوا شفتوها معايا في الطبق دي، نزلت بيها. تمام كده. هاخدها بقى اديها معلقه سمنه. انا بصراحه دي سمنه وزبده، عاملاهم في علبه كده بتاعت جنه، وبخليهم دول بعمل منهم على طول. قبليها بقى ببقى طبعا معليه الفرن من جنبي، مسخنه على اعلى حاجه، وبحطها بقى فيها صينيه ايه، صينيه البطاطس. بسم الله ما شاء الله عليها، ساعة الا ربع وتطلعيها وتشغلي الشواية من على الوش، هتبقى معاكي حاجة تانية، انت هتشمي الريحة اصلا بتاعتها. هنعمل كده حبة رز خفاف. تمام. هنا جبت معلقة زبدة كبيرة. تمام. ونزلت بالشعرية بتاعتي. تمام كده احمرت معايا. هنا غسلة 3 كوبايات رز. ال3 كوبايات رز دول معدل ايه، معدل كيلو الا ربع بالظبط. تمام كده. هنزل بيهم اشوحهم كويس، هنزل بس بشويه اشوحهم، وهنزل بكميه الرز الباقي. تمام كده. لازم انا نزلت بالرز بتاعي الباقي وشوحته كويس جدا. معايا هنا مكعبين ماجي افضيهم. لازم أنا الرز بتاعي اشوحه كويس قوي، عشان الرز بتاعي لما يجي يتشوح هو اللي هيطلع معايا مفلفل، وهي الرزايه تبقى واحده بوحدتها. تمام. هنزل هنا معايا كده بنص معلقه ملح، نص معلقه ملح صغيره مش كبيره. تمام. لازم الرز بتاعي كده نزلت بيه اشوحه كويس قوي. تمام. هنزل هنا بميه عاديه من الحنفيه عادي. هنزل برضو بمعدل 3 كوبايات من الرز، 3 معدل كوبايات من الميه. هو معيار الرز هو يبقى معيار الميه. طبعا هنا هو كده خلاص قرب يتشرب. تمام. واستوى وانا طفيت عليه. وكده خلاص هسيبه بقى شويه يهدى. اطلع صينيه الفراخ بتاعتي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليها. بصوا شكلها فراخ مشويه. احنا لما شغلنا الفرن مع الشوايه بسم الله ما شاء الله عليها، الاتنين ظبطوا مع بعض التسويه معايا. تمام. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها عامله ازاي. تمام. هنا غرفت الرز بتاعي اللي انا كنت عاملاه كده. بقى هطلع الفراخ بتاعتي معايا في طبق التقديم بتاعنا كده، حاجة خفيفة وهتبقى روتين جديد هنعمله للأولاد وهيحبوه قوي، وهتبقى حاجة خفيفة ليهم وهيحبوها. كده اطلع بقى البطاطس بتاعتي. شفتوا البطاطس بتاعتي طالعة معايا سليمة وحلوة ازاي. احنا كده معانا بنطلع الفراخ بتاعتنا في طبق التقديم بتاعنا. هنك خلصنا اول واحد، هنجيب طبق تاني عشان ده انتوا عارفين دلوقتي وقت غدا. تمام. انا كده بحضر الغدا معاكم. تمام. الفراخ بقى بتاعتي مستوية وحلوة ازاي، ومش عايزة اقولك على ريحتها ولا على جمالها، كفاية بس الريحة بتاعتها. تمام. انا كده الفراخ بتاعتي معايا الصوص بتاعها بكل حاجة، واخدة التتبيلة بتاعتها وشاربة فيها وناشفة كأنها انتي شوياها بالظبط. بصوا مش عايزة اقولك والله على ريحتها. تمام. كده احنا بنقدم معانا. شوف الفراخ ناشفة معايا ازاي وحلوة، والبطاطس بتاعتنا ناعمة، واكل خفيف وحاجة خفيفة. احنا كده طلعنا برضو الرز بتاعنا بطباقه ده اللي احنا عاملينه مع بعض. كده احنا خلصنا. تمام. حضرنا الاكل مع بعض، حضرنا الغدا. ده اللي احنا عملناه معاكم النهاردة. ده الفراخ بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض، شكلها حلو وخفيف وحاجة خفيفة. تمام. ومش عايزة اقولكم على طريقة التسوية بتاعتها. بصوا التتبيلة اللي احنا مدخلينها جوه الفراخ، مش عايزه اقول لكم، هي دي التسويه صح بتاعت الفراخ. الفراخ معايا واخده من وش من فوق احمر وناشف، ومن جوه طريه وناعمه. هي دي. ومش عايزه اقول لكم على طريقه التسويه بتاعتها. بصوا معايا الفراخ حلوه ازاي، ناعمه ومن فوق كانها مشويه بالظبط. لو لسه بقى ما اشتركتش في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك للفيديو. يا رب تكونوا انتوا في حياتي نعمة يا رب، ويا رب اكون بفيدكم على قد ما بقدر في مطبخكم. كنت معاكم في البلد يوكل مع عبير. وبشكر اخواتي وحبايبي اللي بعتولي في الكومنتات، ربنا يخليهم لي وانا بشكرهم. ومحتاجة فعلا دعمكم ليا على قد على قد ما تقدروا. يا رب يخليكم النعمة دايما يا رب في حياتي.
ويا رب اكون بفيدكم في مطبخكم على قد ما اقدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.